السلام عليكم. تشاهدون في هذا الفيديو مغربي حر يبهدل العياشة ويفضح مخططات المخزن والنظام الصهيوني. قبل ما ندخل في الموضوع بغيت نعزي العياشه والنظام ديالهم على هادوك جوج تصرفيقات اللي خداوهم من عند الجزائر وموريتانيا في قضيه المشروع التبادل التجاري بين الدولتين وفتح معبر الحدودي. ضربه قويه جاتهم في الصميم، وعقبال للمزيد من الانجازات والمشاريع اخرى ديرها الجزائر وخمسه في عيون السناغله. وهذيك الهضره اللي قالها الناهق الرسمي باسم المخابرات المخزنيه من نهار السليبي، وخرج في نص الليل ينشر خبر حادث السير اللي داروه الوفد ديال رئيس موريتانيا، وقال لهم المخابرات الجزائريه هي اللي دبرت على هذه العمليه. علما الخوت الساعه اللي نشر فيها من نهار سليبي هذا الخبر، في نفس الوقت الاعلام الاماراتي وقناه اي 24 الاسرائيليه نشروا هذا الخبر. المخزن والامارات والكيان الصوص اتفقوا على نشر هذه الدعايه في وقت واحد، باش تعرفوا مزيان بان راه كاين واحد التحالف شيطاني خبيث كيخدموا ليل ونهار من اجل ضرب استقرار الجزائر. واكيد فرنسا حتى هي لعبه معاهم في هذه المسرحيه، والجزائر كل قرد فيهم دايره لي حسابه، والرد الفعل كيجي بوقته. كل حاجه كيجي بوقتها يا العبيد. خسئت يا سليبي انت والنظام ديالك المعفن. وكاين واحد الشخص سولني قال لي واش تقدر يا فريدوم تمشي لتندوف، وكأن تندوف كيحسبها مسكين ارض تابعه للمغرب ماشي للجزائر. اكيد الشخص هذا اللي طرح لي السؤال عياش من الدرجه الاولى وسمع مني الجواب. بالطبع نقدر نروح لتندوف في اي وقت، ونقدر نروح لاي مكان يرفع فيه علم الجزائر. وبالمناسبه هذا الاسبوع ان شاء الله غادي نمشي زياره لتندوف وندير لكم لايف من تما، واحتمال كبير غادي نمشي حتى لمخيمات تندوف ونزور خوتنا الصحراويين ونشرب معاهم اتاي. غير نكمل العمل ديالي ان شاء الله ونبداو بهذا السفر. ندخلوا في الموضوع. اول حاجه بغيت العياشه يقولوا لنا فينا هما النضادر ديال سيدهم هوبل السادس، بغيناه يحنصص بهم على موريتانيا ويكون قدو قد كلمته. بغيناه يتجرأ ويقطع العلاقه مع موريتانيا. ماله ما دارهاش يا العياشه؟ ولا موريتانيا حاجه اخرى عنده معاها مصالح؟ اذا قطع معاها العلاقه مشات ليه الخدمه ديالو، حيث هي البوابه الوحيده اللي بقات لهم يدوزوا منها سلعتهم للدول الافريقيه. اذا قطع معاها العلاقه يموت كالدبل سيس. وكاملين يا اصحاب الف وجه كنتوا تقولوا تندوف اراضي مغربيه والحكومه الجزائريه ما تقدرش دير شي مشاريع تما حيث ما عندهاش سياده على تندوف، والنظام ديالكم باقي يضحك عليكم لانكم لقاكم الشعب مكلخ. قولوا لي اش رايكم في هذا المشروع تدشين فتح الحدود البريه بين موريتانيا والجزائر بحضور الرئيس تبون والرئيس الشيخ الغزواني؟ والرئيس الجزائري يقول لهم من داخل تندوف السلع الموريتانيه المحليه مرحب بها في الجزائر وبدون دفع رسوم الضرائب. شفتوا يا المطبعين الدول اللي عندهم حسن نيه وكيبغيو الخير لجيرانهم وكيساعدوهم في دعم التنميه الاقتصاد ديالهم؟ الجزائر خايبه ياك؟ نتوما اللي ملائكه. والحاجه اللي عجبتني وشفتها عند لقاء الرئيس تبون مع الشيخ الغزواني المشهد ديال واحد الطائرات شفتهم طايرين في سماء تندوف. والله ما عرفتهم لا سوخوي 35 ولا 45 ولا 57 ولا سوخوي 80. المهم واحد الوحوش كطير في سماء تندوف، واحد المنظر ما شاء الله عجبني بزاف. تندوف ديالكم العياشه، ايوا سيروا قولوا لسيدكم هوبل السادس يدخل يرجعها، او يقدر يتجرأ يرجع منها غير شبر واحد يقدر ويلو. ربما الفيديو اللي شفتوه يا العياشه ديال الطائرات الحربيه اللي كانوا يجولوا في سماء تندوف تعتبر رساله واضحه والفاهم يفهم. ما خليتو حتى حبيب الله يستر، دول الجيران كلهم كحلتوها معاهم، وحاليا وليتو كتعيشوا في عزله، كلشي سد عليكم. حتى موريتانيا اللي بقات لكم هي الفجوه الوحيده اللي تدوزوا منها السلعه ديالكم مشيتو قلبتوا معاها الصداع وبغيتو تفرضوا عليها الوجود ديالكم. ها هي قلبت عليكم الموازين وفرضت عليكم قوانين صارمه، اما تدفعوا الرسوم الجمارك ديال السلع اللي كدوزوها على الحدود ديالها بداك الثمن اللي طلبته هي، او تدبروا على شي طريق اخرى دوزوا منها سلعتكم. علاش عاملوكم بهذا التصرف؟ السبب هو التسنطيح اللي فيكم، وحطيتوا رسالكم نتوما ارباب افريقيا، وفي الحقيقه نتوما مجرد اندل دوله في افريقيا واخبث نظام على وجه الارض. نتوما والامارات ابالسه ومفسدين في الارض.
الجيران كيديروا في العلاقات بيناتهم باش يخدموا الشعوب ديالهم، وانتوما عندكم حريم ابو سعيطر كيدير العلاقات مع الكيان الصوص باش يخرب بلادو ويطحن شعبو، وعاد كيزيد يحاول يأذي جيرانو. بصراحه الخوت والله ما نزيد عليكم، نظام المخزن كتظلم عليهم الدنيا ملي كيشوفوا الدول الجيران دايرين اليد في اليد وكيفتحوا العلاقات الاقتصاديه بيناتهم وعلاقات سياسيه على احسن ما يرام. النظام العلوي ما كيبغيش هذا الشيء، لان هذا النظام المخطط ديالو هو نفس المخطط اللي كاين عند الكيان الصوص، اللي هو مخطط زرع الفساد والتخريب والتفرقه. عندهم فكر واحد خاصهم يخدموا عليه ليل ونهار ويحطوا عليه اموال طائله من اجل الوصول للهدف ديالهم. اما موريتانيا اللي كنتوا تعتبروها في المخيلات ديالكم بانها دوله هشه وانتم واعرين عليها، ها هي ضربت لكم الطر وفرضت عليكم غير حاجه وحده فقط: السلعه ديالكم ما تدخلش الاراضي الموريتانيه الا بشروطها. غير هذه بوحدها كلفتكم خساره ديال 2 مليون درهم يوميا. ايوا حسبوا شحال من يوم ملي فرضوا عليكم هاد الشروط وقولوا لنا شحال فلوس راكم خاسرينها لحد الساعه. الملايين الكحله خسرتوها، وهذا دليل قاطع كيدل على انكم دوله فاشله، فيكم غير اللسان طويل وتخرج العينين. وهذاك الفكر التوسعي ديالكم والله ما تربحوا منه غير المآسي والمعاناه، لان ربي ما كينصرش الظالمين وما كان له تنتظروا منه يحقق لكم الاحلام الشيطانيه ديالكم. غير بردوا على رسانكم. النظام القمعي الهمجي خليكم غير مع شعبكم بقاو تعتقلوا فيهم ومارسوا عليهم الديكتاتوريه ديالكم وطحنوهم وفقروهم وسرقوا لهم ثروات بلادهم، راه بزاف عليكم. وانتوما يا العياشه حطوا هاد الكلمه في رسانكم، راه عمركم ما تنتظروا الاوضاع تحسن في بلادكم، لان سياسه الظلم والحقره مستمره في المغرب، وكل شخص يحاول يعارض هاد السياسه يعتقل مباشره. والدليل كاملين كتشوفوه بعينيكم، النظام ولا كيعتقل الناس ملكيين وكيطبلوا للملك، ولكن غير ينتقدوا الفساد ها هما كتشوفوهم يعتقلوا فيهم بالواحد وما عقلوش عليهم. وكاملين يا العياشه سمعتوا المكالمه الهاتفيه اللي تسربت ديال وهبي مع واحد الشخص يقول له اللي خرج للعالم وقال اش درت نقتلو في الحبس. انا عارفكم يا العياشه هاد الكلام اللي قالوا وهبي كيجيكم عادي، حيت نتوما مولفين بهاد العبارات اللي كيوجهها لكم النظام. ولكن لو كان جيتوا في بلد ديمقراطي ودوله قانون، هضره بحال هادي يقولها وزير نوعدكم يتحاكم وياخذ عليها مؤبد. ولكن للاسف مادام انكم كتعيشوا في دوله الفساد والديكتاتوريه، كلام بحال هذا اي مسؤول يقدر يصرح به وما عنده حتى مشكل، حيت النظام ديالو هو اللي كيعطيه الحصانه الكافيه باش يطحن الشعب على راحته، وعاد كياخذ الامتيازات والكفاءات كيعطيها ليه الملك وكيزيد يكرمو. تجيو نتوما تقولوا لنا المغرب راه بلد الامن والاستقرار وبلد الديمقراطيه، سيروا تكمشوا مع لسانكم الله يحفر لكم الجدر، اتفوا على قوم كي دايرين. نكتفي بهذا الخوت، تحياتي للجميع ولقاؤنا في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.